السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ورجعت وياكم بوصفة حلا جديدة، وراح أسوي مخدات العسل بطريقة كلش سهلة وبسيطة. راح نحتاج بهاي الوصفة أول شي الشيرة نسويها، كوبين ماي وكوبين شكر بهذا القلاص أو بهذا الكوب، وعصرة ليمون شوية قليلة، ونكهة الفانيلا راح استعمل أنا. وراح استعمل كوبين طحين وكوبين ماي للعجينة. طبعا هاي العجينة نستعملها مثلا للداطلي، نستعملها هواي وصفات راح نسوي لكم بيها. أنا نسوي بيها الداطلي، وهسه راح أسوي مخدات العسل وتصير بيها السمبوسة. همين عجينة كلش حلوة، فطاير هم تصير بيها. عجينة سريعة وحلوة. نخلي الشكر على النار يذوب، وبعدين نعوفه يغلي براحته. هسه نخلي كوبين قلت لكم من الماي، ونخلي 3 خواشي زيت، ونضيف لهن من الشيرة، نضيف لهن 3 خواشي أو 4، وقليل من الملح، شوية ملح يعني ذرة على مود تعادل الطعام. إذا تردون تستعملون هاي العجينة للسمبوسة تخلون ملح. هسه ضفت لها من هذا الشيرة، وبمجرد ما يفور الماي أطفي النار عليه وأضيف الطحين وأعجنها، ونعجنها عجنة زينة يعني بالإيد حتى تصير ناعمة ونستعملها. هسه صار عندي الماي، وراح أضيف النكهة وأضيف الطحين. النكهة هنا خليت نكهة الفانيلا، وإذا تحبون هاي الأكياس مالت الكيك هم تضيفونها عادي نفس الشي. وهسه أخلي الطحين وأعجنها. هنا نعجنها كلش زين. يعني عجينة كلش سهلة وبسيطة، مجرد ما شوية تبرد راح تخدمونها وتعجنونها كلش زين بالإيد، وتستعملونها لأي استعمال، للحلويات، للمعجنات. هسه طبعا أنزلها بالقاع لأن هسه ما راح أسيطر عليها، وأعجنها كلش زين، ونكمل وياكم بعدين الطريقة. هنا الشيرة طبعا كملت ويانا، وخليت عليها عصرة ليمون ونعوفها شوية، وخليت النكهة ونعوفها تكمل شوية، بس تروح الرغوة هاي الفوق نطفى عليها، وما ريتها ثخينة تصير كلش. هسه هاي العجينة شوف شلون ملمسها ناعم. نفردها بالخشبة مالت البيتزا بهالطريقة، وإذا عندكم قوالب أو أي شكل تقطعون العجينة بيها دائريات أو على شكل ورد أو قلوب كيفكم. طبعا الوصفة كلش سهلة وما تحتاج وقت، وراح يحبونها الجهال والكبار. طبعا وهاي كوبين سوت لي كمية كلش هواية، يعني أكثر من كيلو. بهذن القطاعات، وشوفوا الكمية اللي صارت ما شاء الله، صارت كلش هواية. وهسه نخلي الطاوة على النار، ونخلي الزيت شوية، نستعمل طاوة يعني صغيرة على مود الزيت نخليه شوية لفوق.
ويغطي العجينة. إذا تحبون تستعملون الهيل مكان النكهة انتم تتحكمون بيها. ونظل نحوس هاي اللي حطيناهن إلى أن يعني حتى لا يحترقن شوي من جوا، إلى أن يتحمصن ويصير اللون مالهن ذهبي ونطلعهن. النار تكون متوسطة لا عالية ولا ناصية كلش. ومجرد ما نطلعها من الزيت نخليها بالشيرة شوية ونخليها بالماء ونصفيها. هنا بدأ يتغير اللون مالتها، نريدها بعد شوي تصير يعني أطوخ، ونطلعها نخليها بالشيرة بهالشكل هذا. طلعناها، وهاي طلعت أول كمية، شوف شلونها. ونكمل باقي الكمية، وهنا كملتها كلها. أتمنى عجبكم الفيديو. طبعا الطعم كلش طيب، وراح تزينونها بأي شي مبروش أو جوز أو أي مكسرات ثانية وتقدمونها. وألف عافية. مع السلامة بفيديو جديد. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. مشاركة الفيديو ويا أصدقائكم. مع السلامة.